السلام عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد للحديث عن آخر تطورات المنتخب الوطني. المنتخب الوطني حط اليوم بعدما انطلق على الساعة 4 حط في الرباط في أجواء رائعة، في أجواء مرحة تشوف لي هذا المنتخب إن شاء الله يكون قادر يحقق نتيجة إيجابية بعد النكستين الأخيرتين. اللاعبين راهم واعيين بالمسؤولية بعد الخروج المدوي سنة 2023 وسنة 2021. الآن مع مدرب جديد، مع طاقم فني جديد بأهداف أخرى بعيدة عن الضغط اللي كانوا تعرضوا ليه سنة 2023، وبعد الحملات اللي كانت صعبة ربما على المدرب السابق جمال بلماضي، وأيضا على اللاعبين اللي كانوا منهارين نفسيا بعد الخروج من كأس العالم وأيضا قبلها كأس إفريقيا 2021. اليوم راح نتحدثوا على المنتخب الوطني، عن آخر التطورات، على الجديد في المنتخب الوطني، عن استدعاء حماد عبد اللي للمنتخب الوطني، مغادرة حسام عوار، ما الذي سيترتب عن مغادرة حسام عوار. حسام عوار كمل على بالنا بلي عنده شهر ما لعبش مع ليكيب تاعو الاتحاد بعد توقف الدوري السعودي من اجل المشاركه في بطوله كاس العرب. صح ما ننسوش باللي كاين لاعبين اخرين اللي هما من ركائز تاع المنتخب الوطني قعدوا قريب شهر بدون منافسه. عندك رياض محرز وايضا بغداد بنجح، هذين اللاعبين لم يخضعا ربما لبرنامج بدني مكثف من اجل استعاده تلك اللياقه البدنيه اللي ضاعت في هذا الشهر كومبلي، ورانا شفنا النتائج عدم المشاركه والمنافسه. حسام عوار بعد شهر من عدم المشاركه الان يتعرض للاصابه ويغادر تربص المنتخب الوطني. لا يزال هناك ايضا رياض محرز وبغداد بنجح. هل سنرى ربما مضاعفات؟ لا ندري. الان باولو رونغوني هو المسؤول عن هذا الأمر. يجب أن يخضع هذين اللاعبين لبرنامج مكثف جدا تفادي لأي إصابات، لأنه لو كان يتبليس أي واحد فيهم لا قدر الله يلحق لو 23 ديسمبر ما كاش كيفاش تعوضهم، لأنه القائمة راح تغلق وراح تكمل باللاعبين اللي عندك. وهذين اللاعبين بيتكوفيتش يعتمد عليهم بشكل أساسي. على بالنا بلي المستوى تاعهم راه متوسط نوعا ما، سواء رياض محرز ولا بغداد بنجح مستواهم ما راش هذاك الواو، لكن كي نعاودوا نقولوا لفلاديمير بيتكوفيتش هذين اللاعبين يشوفهم من الركائز الاساسيه، حبيت ولا كرهت، قدموا مستوى مليح ولا لا. لهذا يعني تعرض هذين اللاعبين للاصابه راح يخلط اوراق فلاديمير بيتكوفيتش. ربما المشاهد راح حاب انه يشوف مثلا إيلان قبال ولا انس حاج موسى، لكن بالنسبه لفلاديمير بيتكوفيتش لا يطيق ابدا تعرض هذين اللاعبين للاصابه. وايضا حتى انه المنتخب الوطني تاعنا ما نتمنولوش الاصابات، لانها راح تعصف بالمجموعه، راح تعصف بالافكار التكتيكيه ايضا تاع فلاديمير بيتكوفيتش اللي راهم محضرهم منذ البدايه. نحكي على نقطه واحده اخرى بخصوص قله المنافسه. ماشي نبي نغيز قبل ما تتوقف الدوريات العربيه ونهار جاز في الاذاعه قال باللي راح نخضع بغداد بنجاح وايضا رياض محرز لبرنامج خاص. وين راه البرنامج هذاك الخاص اللي درتوا لهم؟ قلت في الاذاعه الوطنيه انك رياض محرز، يوسف عطال، بغداد بنجاح، يوسف بليلي قبل أن يتعرض للإصابة أيضا، وهناك أيضا حسام عوار. أنا ما شفت حتى تربص مغلق، ربما جبتهم سيدي موسى حطيتهم يتدربوا كامل، جو في نهار واحد نهار الاثنين اللي فات صافي. وين كان هذا التربص الإعدادي والتحضيري من أجل تحضيرهم يعني نفسيا وبدنيا من أجل يكونوا في كأس إفريقيا؟ أنا لحد الساعة أنا نشوف ديجا النتائج تاعها شفناها الآن مع حسام عوار اللي تعرض للإصابة، ويا لها من إصابة سمحت لحماد عبد اللي ياخذ الفرصة تاعو مع المنتخب الوطني. أقدار الله عز وجل، وكرة القدم كي تكون عادلة. هذا اللاعب كان ربما يستهل يكون في لاليست الأولى، ماشي ميم با أنه يعوض لاعب ولا حتى يتبليس لاعب باش يجيبوا المنتخب الوطني. صبر حماد عبد اللي. أيضا الرد تاعو بعد استبعاده من القائمة كان احترافي جدا، قال لك ماغري ما استدعونيش المنتخب الوطني بصح أنا راني خلفهم أول مشجع ليهم. بصح ربي سبحانه كما يقول لك الإنسان كي يجتهد ويعمل هذه تكون النتيجة. جات الفرصة تاعو تم استدعائه والآن راه في المنتخب الوطني. لكن نحكي على واحد النقطة بخصوص حسام عوار. علاش ما شفناش هذيك الضجة الكبيرة على حسام عوار بعد تعرضه للإصابة؟ وعلاش شفنا المطالبات باستدعاء حماد عبد اللي بهذه الكثافة وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الجميع يتحدث عن حماد عبد اللي رغم أنه ما خذاش الفرصة تاعو مع المنتخب الوطني، بصح الجميع يطالب باستدعاء هذا اللاعب. إضافة إلى أنه غياب حسام عوار عن كأس إفريقيا لا حدث. علاش لا حدث؟ لأنه حسام عوار منذ انضمامه للمنتخب الوطني لم يثبت بأنه ذلك اللاعب الذي لا يعوض في المنتخب الوطني. دائما مستوى هزيل، ممكن يبان لك
بهدف ولا بتمريرة حاسمة، لكن ما عندوش ذلك التأثير الإيجابي والكبير في المنتخب الوطني. نتفكر أنه حماد عبد اللي كي استدعاه فلاديمير بيتكوفيتش لمرة واحدة مع المنتخب الوطني ودخلوا يلعب اورون بلاصون في الماتش تاع ليبيريا، في واحد 20 دقيقة ولا ربع ساعة هكذاك دار واش ما داروش ربما حسام عوار ومعظم اللاعبين الآخرين. هذا اللاعب وتلك الجودة الفنية اللي قدمها تقول لي منتخب ضعيف ليبيريا، بصح رانا نشوفوا لاعبين في المنتخب الوطني. حسام عوار شحال عنده يلعب مع المنتخب الوطني؟ عنده فايت بالك 15 مباراة، واش قدم؟ كش ما خلانا حاجة في الذهن انه هذا اللاعب ممكن يقدم للمنتخب الوطني الشيء الكثير. مع الأسف لم نشاهد هذا اللاعب ولم يترك تلك البصمة اللي تخلي ربما الجمهور يدافع عليه ويطالب ببقائه في المنتخب الوطني. نتمنى التوفيق لحماد عبد اللي مع المنتخب الوطني، ماغري كامل نعرفوا باللي ما راحش يكون تيتولار باسكو فلاديمير بيتكوفيتش عنده اسامي باينين يحطهم في التشكيله الاساسيه، وربما راح تكون عنده فرص تحديك ربع ساعه 20 دقيقه في المباراه. لازم حماد عبد اللي يثبت انه هو اللاعب اللي لازم يكون في التشكيله الاساسيه الى جانب اسماعيل بن ناصر وايضا ابراهيم مازا. هذا الثلاثي راح يبقى حلم بالنسبه للجزائريين انهم يشوفوه في تشكيله فلاديمير بيتكوفيتش، لانهم لم نعتد على هكذا اسماء، وايضا على وسط ميدان مختلف تماما. دائما كاين لاعب في المنظومه تاع فلاديمير بيتكوفيتش في وسط الميدان يخسرها، يا اما يدخل رامي الزروقي يا اما يدخل زورغان. لازم دائما في التشكيله تاع فلاديمير بيتكوفيتش لازم يكون واحد ما يستحقش ولا يخرب تلك المنظومه اللي تكون ربما تمشي مليح ويكسر دائما الخدمه اللي خدموها معظم اللاعبين الاخرين. مثلا تشوف هشام بوداوي يحط معه رامي الزروقي، مثلا تشوف رامي الزروقي يحط معه زورغان وتتخرب كامل ويحط معهم ابراهيم مازا ما يلقاش روحه. مثلا تلقى اسماعيل بن ناصر ومعه الزروقي، يعني دائما يجي هذاك اللي يكسر لك المنظومه تاعك وما يخليكش تشوف ذلك وسط الميدان اللي كامل نعرفوا قيمه وسط الميدان في كره القدم. انا صراحه نتمنى بيتكوفيتش يفاجئنا في مباراه السودان ويدخلنا بوسط ميدان جميل ربما يتفق عليه معظم الجمهور الجزائري، لكن هذا شيء ضرب بين الخيال. اعتقد انه فلاديمير بيتكوفيتش سيقدم على مثل هكذا خطوه في اول مباراه له في كاس افريقيا، وكلنا نعرف يعني اهميه المباراه الاولى. تربح المباراه الاولى راك نحيت واحد الضغط على روحك ماشي نورمال، باسكو دائما نعاودوا نولوا الاحصائيات تاع المنتخب الوطني في اخر ربما 3 نسخ او 4 نسخ دائما تلقانا نخسروا المباراة الأولى. هذه المباراة الأولى هي اللي تكون دائما مفتاح الفوز. لو كان نقولوا لآخر نسخة خسرنا فيها المباراة الأولى وتأهلنا ورحنا بعيد في كأس إفريقيا، تولي سنة 2010 وين خسرنا في المباراة الأولى أمام مالاوي، ولكن رغم ذلك تأهلنا إلى الدور الثاني ووصلنا إلى نصف النهائي وخسرنا أمام مصر بفضيحة كوفي كوجيا، كلنا نعلم ذلك. أما في نسخة 2012 ما تأهلناش، نسخة 2013 خسرنا المباراة الأولى أمام المنتخب التونسي وخرجنا من دور المجموعة. 2017 تعاود تولي تعادلنا في المباراة الأولى أمام المنتخب الزيمبابوي، خرجنا من دور المجموعات. في 2019 ربحنا المباراة الأولى أمام كينيا، تأهلنا للدور الثاني. في 2021 تعادلنا أمام المنتخب السيراليوني، خرجنا من دور المجموعات. في 2023 أيضا تعادلنا أمام المنتخب الأنغولي، خرجنا من دور المجموعات. لهذا المباراة الأولى إلا ما ربحتهاش وتعادلت ولا خسرت بنسبة كبيرة راك حطيت روحك في ضغط، وحنا هذا الضغط ما تمناوش المنتخب الوطني، لأنه رانا شفنا تحقيق نتيجة سلبية في المباراة الأولى وما يترتب عنها. اللاعبين يتحطوا في ضغط. أيضا أول فكرة تتبادر للأذهان تاعهم هي الخروج من 2023 وأيضا الخروج من 2021. دائما تعود تولي هذيك الفكرة تاع النكسة وتاع الخروج من دور المجموعات. لهذا لما نسوا باللي المنتخب السوداني لعب كونترو مجيد بوغرة، لعب معه في الشان وخرج من دور ربع النهائي بركلة الترجيح، وايضا لعب معه في كأس العرب وايضا خرج معه بنتيجة التعادل، ما قدرش يفوز عليه. لهذا الفوز في هذه المباراة امر اجباري لا غنى عنه، لانه التعادل او الخسارة راح يحطك في واحد الموقف ما تتمناش لعدوك، خاصة في ظل الظروف اللي راح يمر بها المنتخب الوطني. نقطة أخرى نحكي عليها في هذه الفيديو بخصوص فلاديمير بيتكوفيتش. هل أخطأ فلاديمير بيتكوفيتش بعدم لعب مباراة ودية قبل كأس إفريقيا؟ لأنه في معظم الدورات دائما تكون مباراة ودية، مباراتين وديتين، من أجل تجريب الأسماء، والمدرب يكون حط في راسه اللاعبين اللي راح يدخل بهم في التشكيلة الأساسية. احنا دوك التشكيلة الأساسية لحد الساعة مازال ما على بالناش شكون اللي راح يلعب، ربما في اللاكس، اللي راح يلعب ظهير أيمن، اللي راح يلعب ظهير أيسر، اللي راح يلعب في وسط الميدان. الهجوم ربما باين إلى نوعا ما، لكن
معظم المراكز ما على بالناش شكون اللي راح يلعب في التشكيله الاساسيه. وايضا فلاديمير بيتكوفيتش عندما كان يجب ان يجرب ما جربش اللاعبين، كان دائما يدخل بنفس التشكيله، ولكن الاصابات وارده، صافي ما تعرفش قادر في اي لحظه يتبليسي لك جوار، كيفاش دير وانت مازال مام با ما جربتش، مازال ما على بالكش التوليفه اللي لازم تكون. انا لا ادري هل اخطا فلاديمير بيتكوفيتش، قال لك ضيق الوقت، ولكن بينما هناك منتخبات اخرى اجرت مباريات وديه ووقفت على ربما على مستوى منتخباتها، مثلا المنتخب المصري، المنتخب النيجيري. لهذا لا أدري إن كانت أمر إيجابي، أعتقد أنه سلبي بكل صراحة، أنه ما لعبناش مباراة ودية قبل كأس إفريقيا. قل لي بصح جمال بالماضي في 2023 دار مباراتين وديتين كونتر الطوغو وكونتر بوروندي وخرجنا من الدور الأول. على بالي بلي خرجنا من الدور الأول، ولكن جمال بالماضي حتى وكان ما دارش هذوك المباراتين الوديتين، شحال عنده هو الجروب هذاك هو يخدم معاه، على بالو كاع واش عنده لي جوار، وزيد مدرب وطني يعرف أغلبية لي جوار. هذا المدرب ماغري عنده 21 شهر في المنتخب الوطني، ولكن تحسوا انه بعض اللاعبين مازال ما يعرفهمش، مازال ما يعرفش المؤهلات تاعهم، مازال يعتمد على نفس الاسماء في وسط الميدان، نفس الاسماء في الهجوم، نفس الاسماء. او تولي مثلا الخط الدفاع مازال ما استقرش، في كل مره تلقاه داخل لك اسم منا. لهذا لا ادري هل اخطا فلاديمير بيتكوفيتش بعدم اجراء مباراه وديه، ام انه ستمر الامور على ما يرام وسيحقق نتائج ايجابيه، وهذا ما نتمناه للمنتخب الوطني. أصدقائي، كان هذا كل ما في هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، ما تنسوش المباراة الأولى للمنتخب الوطني راح تكون نهار الأربعاء الجاية، إن شاء الله يحققوا نتيجة إيجابية وينحونا هذاك الضغوطات اللي رانا حاسين بهم، وأيضا اللي راهم حاسين بهم اللاعبين، وتنتهي سلسلة النكسات التي جاءت على التوالي، 3 نكسات: الخروج من كأس إفريقيا، الخروج من كأس العالم، وأيضا الخروج من الدور الأول من كأس إفريقيا 2023. السلام عليكم.